منذ استئناف الكفاح المسلح في 13 من نوفمبر من العام المنصرم لم تتوقف أقصاف وهجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة كافة نقاط تمركز العدو المغربي في جدار الذل والعار، وتوزعت نيران وحدات مقاتلين الأشاوس على طول الجدار الهش، مخلفة خسائر جمة في الأرواح والعتاد ودمارا كبيرا لجحور وتخندقات العدو. وعلى مدار الأسبوع السابع من الحرب، أي منذ الأول من يناير من هذه السنة إلى غاية الأربعاء 6 من يناير، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس 48 قصفا مركزا شمل 10 قطاعات على امتداد الجدار الرملي. وقد كان لقطاع المحبس النصيب الأوفر من هذه الأقصاف ب11 قصفا استهدف قوات العدو المحتمية بجدار الذل والعار في منطقة الشيظنية ومنطقة العقد ومنطقة رصودي مركبة ومنطقة تنشاد ومنطقة روس السبطي، وكذا منطقة ملقطة ومنطقة سلوقية الشيظنية ومنطقة قرارة الفرسيق، بينما توالت 10 أقصاف مدمرة على قطاع السمارة استهدفت منطقة سبخة العكريش ومنطقة رصودي الصفي ومنطقة الفريرينة وغيرها من المناطق، في حين استهدفت 9 أقصاف مركزة قطاع البقاري، مخلفة دمارا ملحوظا في قواعد العدو في منطقة مدق بالتحديد. كما شملت الأقصاف كل من قطاع الفرسية خاصة رصوديات شديدة وقطاع حوسة ب7 أقصاف استهدفت منطقة روس ترقانت ومنطقة فضرة العش ومنطقة روس فضرة عزيزة. هجمات وأقصاف وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت أيضا قطاع مقالة وخاصة منطقة أمقلي القاعة ومنطقة أمقلي التماس. ولم تستثني وحدات جيشنا البواسل تواجدات العدو في قطاعات القلتة وتشلة ومدريقة وأوسرد من أقصافها خلال الأسبوع المنصرم. هذه حصيلة الأسبوع السابع فقط منذ استئناف الكفاح المسلح، وقد كانت بمعدل 8 أقصاف يومية شملت نيرانها 10 قطاعات على طول جدار الذل المغربي، وستبقى مستمرة حتى تحرير آخر شبر من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.